السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا المزارعين على مستوى جمهورية مصر العربية. كل عام وحضراتكم بخير. مع حضراتكم دكتور علام أحمد. النهارده هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو متى يتم وقف ري القمح أو الغل. نجد أن بعض السادة المزارعين بيعطشوا محصول القمح من 60 ل 70 يوم و80 يوم قبل عملية الحصاد. هل الكلام ده صح ولا خطأ؟ النهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض وهنوضح لو هو صح ليه، ولو خطأ ليه. لازم تكون حضرتك عارف ان النبات ده كائن حي، يعني في كل مرحلة عمرية بيحتاج احتياجات مائية. يعني في مرحلة الإنبات ليه احتياجات مائية معينة، ولذلك لو زاد مستوى المية في مرحلة الإنبات زيادة عن اللزوم والأرض باتت فيها المية يومين 3 بيحصل عفن للبذور وبيبقى الإنبات سيء جدا. في مرحلة أيضا رية المحاياة يفضل الري على السريع، لأن لو أنا زودت مية في المرحلة دي هيحصل أيضا أعفان جذور والقمح هيصفر وهيرجع معايا لورا. مرحلة طرد السنابل ممنوع تعطيش القمح، لأن هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا. النبات فيها فطور طرد السنابل، حبوب اللقاح بتتكون وبتيجي على مياسم الأزهار. وحضراتكم عارفين إن محصول القمح التلقيح فيه ذاتي بنسبة 96%، يعني مش محتاج نبات تاني يحمل حبوب اللقاح ذكر وأنثى، هي السبلة بتلقح نفسها، ولكن التلقيح ذاتي بنسبة 96% والخلطي بنسبة حوالي من 5 ل 4%. طور نزول الطور اللبني أو طور نزول المادة اللبنية اللي موجودة في القمح أيضا ممنوع فيها التعطيش. طب لو أنا عطشت في المرحلة دي يا باشمهندس إيه اللي بيحصل؟ الحباية بتتكون وكل حاجة، ولكن بيبقى حجم السنابل صغير وحجم الحبوب صغير وبيحصل ضمور. تيجي حضرتك تلاقي نفسك بدل ما بتجيب من الفدان 21 ارداب و22 ارداب بتوصل ل 16 و17 ارداب أقصى حاجة. طب المدة الزمنية المهمة إن أنا أوقف فيها الري مع تلون السنابل باللون الأصفر. نركز تاني في الحتة ديت. المدة الزمنية اللي أنا أوقف عندها الري مع تلون السنابل باللون الأصفر. هنيجي في الأيام دي اللي احنا موجودين فيها، احنا النهاردة في منتصف 3. أكتر الحشرات المنتشرة في القمح طبعا الدودة موجودة، والمن وحشرة السونة وما يسمونه بالتريبس. لو حضرتك ركزت في القمح مع ارتفاع درجات الحرارة هتلاقي فيه تريبس، ولكن بيبقى عايز تدقيق، يعني تبص عليه بدقة، والدقة في النبات بتاعك هتلاقي التريبس. مهم جدا وانا برش نترات البوتاسيوم او نترات البوتاسيوم او اسيتات البوتاسيوم، ان انا لما احط نص لتر بوتاسيوم للفدان او نص كيلو بوتاسيوم للفدان، يا حبذا لو انا اضيف معاه ماده الاسيتامينبرايد مع البايفنسرين، ولو ضفت معاه ايمامكتين من زوات يكون رشه كويسه جدا تنظف كل الافات الحشريه. حاجات تانية مهمه جدا ان انا اركز معاك فيها، هتلاقي السنبله تبدا يحصل لفحه بجزء منها، ودي لفحه الفيوزاريوم. يجي يقول لك المزارع يقول لك السنابل بتتحرق، هي مش بتتحرق ولا حاجه، ولكن ديت اعراض للفيوزاريوم بلايت او لفحه الفيوزاريوم. هتلاقي ان السبله فيها جزء منها اتحول للون البني، لافح جزء من السبله كده، فبيسموها فيوزاريوم بلايت. من المواد المهمه جدا في الفيوزاريوم بلايت ماده التيبوكونازول، على سبيل المثال زي مبيد مثلا، زي مبيد دوفيكس، زي مبيد فابريك، زي مبيد جامورا ناتيفو، اللي هي ماده التيبوكونازول مهمه جدا. ويا ريت تلتزم بتوصيات الشركات. الشركه اللي موصيه 200 سم للفدان يبقى 100 سم، يبقى 200 سم للفدان. الشركه اللي موصيه 150 سم للفدان يبقى 150 سم للفدان. الشركه اللي بتقول لك وليكن لو انت هتتعامل بتيبوكونازول بودر 120 جرام للفدان، ما تروحش حضرتك تحط 200 و300 جرام للفدان، يلتزم بالمعدلات. يبقى متى عنوان الحلقه بتاعنا والسؤال اللي احنا هنجاوب عليه، متى يتم وقف ري القمح؟ عندما تتحول السنابل الى اللون الاصفر، او عندما يتحول النبات الى اللون الاصفر، ودليل ذلك على تمام النضج، يبقى دي اخر ري. طب حضرتك تقدر تورينا صوره؟ هوريك صور دلوقتي حاليا هظهرها لك. ادي الصوره الاولى وادي الصوره الثانيه.
الصورة الأولى ديت بتأكد إن القمح يجب وقف ريه في هذه المرحلة. الصورة ديت لا، يلزم ري القمح. نركز قوي. يبقى أنا كده وضحت لك صورة متى يجب وقف ري القمح عندما تتحول السنابل باللون الأصفر زي ما حضرتك شايف كده. طب أكمل ري إمتى؟ لو السنابل لسه بالشكل ده يبقى لازم أكمل ري. في نهاية الحلقة بحب أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وإن عجبكم المحتوى بتاعنا إن شاء الله تدعمونا باشتراك وشيروا المحتوى، وزي ما أنا قلت لحضرتك دعم كل ما هو هادف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.